في شتاء قاسي من شتاء القاهرة القديمة، كان حسام نايم على رصيف في شارع جانبي جنب محطة القطار. شد في أواخر العشرينات، اتخرج من كلية تجارة لكنه ما كانش لاقي شغل، وتراكمت عليه الديون لحد ما فقد كل حاجة، بيته، أهله، حتى كرامته. أصبح لا يملك غير بطانية قديمة بيلم بيها نفسه من البرد. في يوم وهو بيقعد جنب سور محطة مصر، شاف راجل عجوز بيترعش من البرد، لابس قميص قديم وماسك في إيده رغيف بيحاول يسد بيه جوعه. حسام رغم حاله قرب منه وقال له: تعال غطي نفسك، خد البطانية دي. الراجل رفض في البداية، لكن حسام أصر وقال: أنا متعود، إنما أنت جسمك مش هيستحمل. بعد ما حسام غطى الراجل العجوز بالبطانية ومشي، كان فاكر إنه مجرد شخص فقير زيه، لكن الحقيقة كانت أغرب من الخيال. في اليوم التاني وهو ماشي في نفس المنطقة، جاله شاب شيك باين عليه من عيلة راقية، وقف قدامه وقال له: حضرتك اللي كنت مع راجل عجوز امبارح هنا؟ حسام استغرب وقال له: كان بيترعش من البرد، غطيته ومشيت. في إيه؟ الراجل قال له بحزن: ده والدي هرب من البيت بعد ما بدأت أعراض الزهايمر تظهر عليه، فضلنا ندور عليه يومين، وكنت فاكر إننا هنلاقيه متجمد في الشارع، لكن لما لقيناه كان داسي وبيحكي عن شاب غريب اداله بطانيته. حسام اتصدم وسأل بخوف: هو بخير؟ وربنا جبر بخاطره بيك. أنا مش ناسي اللي عملته، تعال معايا يمكن نقدر نرد الجميل. حسام اتفاجئ، ما كانش يعرف إنه ساعد راجل مريض ولا إنه له أهل. الابن بصله وقال: اللي عملته مش بسيط، أبويا لسه بيحكي عنك، تعال معايا، إحنا محتاجين حد أمين زيك في شغلنا. في البداية حسام اتردد، لكن راح معاه. ابتدى يشتغل في شركة صغيرة ماسك فيها الحسابات، وكان ملتزم ومجتهد، وبعد سنتين بقى شريك بنسبة محترمة. المفاجأة: الأب قبل ما حالته تسوء كتب في وصيته مكافأة باسم الشاب اللي غطاني، مبلغ كبير ساعد حسام يفتح مشروعه الخاص ويبقى مصدر رزق لناس غيره. من شاب بينام على الرصيف لإنسان ناجح بيساعد غيره، كل ده لأنه اختار يعمل خير وهو ما يملكش غير بطانية. اوعي تستهون بأي خير بتقدمه حتى لو بسيط، لأن ربنا بيرجع لك أضعاف في وقت ما تتوقعش فيه. لو كنت مكان حسام، كنت هتدي البطانية ولا كنت هتحافظ على آخر حاجة فاضلة ليك من الدنيا؟ اكتبوا لنا في التعليقات، وافتكروا دايما الخير دايما بيرجع.